أول تعليق رسمي من اتحاد كرة القدم المصري على طلب أحمد فتوح لفسخ تعاقده مع القلعة البيضاء. إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري كشف خلال تصريحاته الأخيرة حقيقة الأخبار المتداولة منذ الأمس عن طلب اللاعب أحمد فتوح الظهير الأيسر لنادي الزمالك لفسخ تعاقده مع القلعة البيضاء. تلك الأخبار التي انتشرت بالأمس بأن أحمد فتوح تقدم بطلب رسمي لاتحاد كرة القدم المصري من أجل فسخ تعاقده مع نادي الزمالك بسبب عدم حصوله على مستحقاته طوال الأشهر الماضية. إيهاب الكومي وبصفته عضو في مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري أكد أن هذا الكلام غير صحيح تماما، وأن أحمد فتوح لم يتقدم بأي طلبات لفسخ تعاقده مع الزمالك. أما عن فكرة تجديد تعاقده مع النادي، فأكد إيهاب الكومي أن أحمد فتوح يرحب بالتجديد مع نادي الزمالك بشرط حصوله على مستحقاته المتأخرة والبالغة 8 مليون جنيه، حيث أكد إيهاب الكومي أن أحمد فتوح بيرغب في الحصول على مستحقاته المتأخرة ومقدم العقد الجديد، ووقتها سيوقع على عقود جديدة وسيجدد للزمالك على الفور.